نحب نثبت معك باعتبارك استاذ قانون دستوري ومحامي. الدكتور زنيدي يحكي على يقول عمل مارق جريمه تبديل هيئه الدوله، ويقول قد تؤدي الى تنازع سلطات وفراغ دستوري. الى اي حد هذا كلام دقيق او تحذير دقيق؟ نعم، هو الحقيقه هو عين يعني احنا اعتقد ان الموضوع، وهذا مثل المخاطر التي معناتها موجوده، هو انه يريد ان يقول، وهذا عبر عليه، مش كان هو عبروا عليه باقي يعني المترشحين المقصين الثلاثه، قالوا انهم يحتفظون بحقهم في اللجوء الى المحكمه بعد عندما تظهر نتائج الانتخابات، لجوء المحكمه الاداريه لطلب ابطال هذه الانتخابات. وهذا ما يستشف حتى من موقف الجلسه العامه للمحكمه الاداريه، وفي مطلب الشرح المتعلق بعبد اللطيف المكي، ومطلب المساعده على التنفيذ اللي قام بها منذر الزنيدي. يعني ان المحكمه الاداريه مصره اليوم كما من البدايه على ان هذه الهيئه الانتخابات يعني اوت، يعني حقيقه مارقه، ما عندهاش عاش تستند، يعني تحت رمال متحركه لا يمكن ان يقف عليها اللي عنده شويه عقل. وبالتالي هذا يستبطن ان غدا، كما قالوا ثلاثه مش كما منذر الزنيدي، يقولوا انهم مترشحون للرئاسه بموجب القانون والقضاء. بل ان الدائمي تحدى الهيئه وقدم برنامج انتخابي اصلا. نعم، وكيف نعرفوا احنا اللي كي ناخذوا التراتبيه، وخلاف اللي يقول فيه معسكر يقول احنا هيئه دستوريه والى غير ذلك، حتى هو مش هيئه دستوريه، هي الهيئه الدستوريه فيها 9 اعضاء، وهي ما هي هذه معينه بموجب الامر نتاع 117، هي حقيقه هيئه منصبه ولا شان لها بالدستور. هذا اولا. اثنين، نعم. حتى ولو كانت هيئة دستورية فهي تخضع قانونا، جميع أعمالها يخضع قانونا لرقابة الجلسة العامة للمحكمة الإدارية. وبالتالي في التراتبية فإن المحكمة الإدارية بالجلسة العامة، الأحكام الصادرة على الجلسة العامة للمحكمة الإدارية أقوى درجة وأقوى حجية وسلطة من قرار الهيئة الانتخاب المنصبة. وبالتالي فإن يصبح قرار ادراج هذول 3 مقصيين نعم في قائمه الانتخابات هو اكثر حجيه واكثر قوه من الثلاثه اللي رضات عليهم الهيئه نهار 10 أول، يعني اللي هما الانقلابي والمغزاوي والزمان. يعني المصدر نتاع الترسيم اقوى، اللي هو من الجلسه العامه للمحكمه الاداريه، اللي هي كما قلنا اقوى درجه من هيئه الانتخابات. وبالتالي شو يقولوا هذو الناس؟ يقولوا احنا ترشيحنا كان بموجب اعلى هيئه انتخابيه رقابيه هي الجلسه العامه، لكن الهيئه اللي تحتها اللي هي اقل درجه رفضت تنفيذ الحكم. وبالتالي انا مانيش مستعرب بالحكم هذا. نعم. بعد مستعرب به، وانا اعتبر نفسي مترشح بالقانون. الهيئه لما غدوه تخرج بطاقات الاقتراع وما ثماش الصور وما تمكنهمش من الحمله الانتخابيه غير ذلك، يقول لك انا نعتبر ان جميع النتائج هذه كانت خاطئه، وبالتالي سالجا الى المحكمه التي رشحتني ونقول لها راني انا هل الاصوات الكل التوزيع اللي جاء قداش خلاف فلان وخلاف فلان الكل ما عنده حتى قيمه، لاني انا لو كنت موجود راهي النتيجه تكون اوترومون. وبالتالي يطلبوا ابطال الانتخابات. الطعن يكون بعد انتخابات ولا وقتاش يكون الطعن؟ هذا يكون بعد 6 اكتوبر، باش يكون بالاعلان على النتائج الدوره الاولى للانتخابات، مش توقف غادي المساله. لكن سؤال دكتور، وهنا ثم مشاكل مش تحدث. هي المشاكل هذه الهيئه طالما انها مسنوده، نقولوا احنا قال لها انده، ماذا سيظهرها؟ تقول لك طبعا هي قالتها في اعداد التاريخ حسب